السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم بريوات مذاق ديال الحوت. كيجيو رائعين، يجيو مقرمشين من برا ولذاذ لذاذ بزاف. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تبخلوش عليا بجام وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. نبداو على بركه الله. اول حاجه نبداو بها هي الشرموله. عندي هنا شويه ديال الربيع او القزبر ومعدنوس مقطع رقيق، شويه ديال الثومه مقطعه رقيقه، كنحتفظ بشويه ديال الربيع حتى الاخير، شويه ديال الملح على حسب الذوق، نصف ملعقه ديال الابزار ونصف ملعقه ديال الخرقوم البلدي ومعلقه صغيره ديال التحميره، وكنضيف هنايا تقريبا معلقه كبيره ديال العطريه ديال الحوت او نقدروا نعوضوها بالضامن تاع الحوت، معلقه كبيره غير مملوءه ديال لاموطارد، وكنضيف الصوص صوجا 3 د المعالق حتى ل4، وكنزيد نصف معلقه صغيره نتاع الهريسه. كنحرك كل شيء، كنحركه مزيان. انا هنا نسيت ما درتش الكمون حتى الاخير، وزدته تقريبا نصف معلقه ديال الكمون، ما تكتروش. كنخلط كل شيء هاد الشرموله وكنخليها جانبا. دابا كندوز نقلي. عندي هنا 3 ديال البصلات كبار اللي قطعتهم صغار، مع واحد العلبه صغيره نتاع الشامبينيون المعلب او الفطر المعلب، وكنغطي عليهم وكنخليهم يتشحروا. انا عندي هنا 250 غرام تاع القيمرون او الكروفات، الا ما كانش متوفر ماشي مشكل، نقدروا نستغناو عليه. عندي القشور ديالو اللي درتو في كاسرونه، زدت عليه الماء وخليته يطبخ مزيان. كنضيفوا الشعريه نتاع الرز، كنخليها مرقده فيه تقريبا 3 ديال الدقائق، ومن بعد كنصفيها وكنقطعها بالمقص قطع اللي كتكون صغيره. كنرجع عند البصله والشامبينيون اللي تشحروا مزيان حتى تبالوا على هذا الشكل. كنزيد لهم صدر ديال الدجاج، كميه ديال الصدر ديال الدجاج على حسب الرغبه ديالكم. كنخلي داك الدجاج يتقلى مزيان مع ديك البصيله، وكنضيف لهم تقريبا معلقه كبيره نتاع ديك الصلصه ولا ديك الشرموله اللي درناها في البدايه. كندير واحد الكميه لا باس بها. كنضيف ونبقى نحرك مزيان حتى يتشرب لي داك الدجاج ديك الشرموله وينشف لي بالماء تماما، نحس به باللي طاب صاي كنطفي عليه. فواحد المقلاة كندير واحد الخويط ديال الزيت النباتيه، وكنضيف داك الكروفات اللي قطعته قطع صغيره. وكما قلت الكروفات اختياري ماشي ضروري، الا ما كاينش تقدروا تكتفيو بداك الدجاج اللي درنا في البدايه. يعني كنضيف شويه بديك الشرموله، كنحرك مزيان وكنخليه يتقلى على نار اللي تكون شويه مجهده. وكما كتعرفوا الكروفات ما كيبغيش الطياب بزاف، يعني غير شويه دغيا كيوجد. وفي نفس المقلاة كندير الشعريه اللي كنضيف لها شويه ديال الشرموله حتى هي، وكنخليها تشحر في ديك الشرموله باش تشرب لي ديك العطريه وديك الشرموله كامله باش تجينا بنينه ما تجيناش باسله. كنخليها تقريبا غير نصف دقيقه صاي وكنطفي عليها. واحد الاناء كنخلطوا الحشوه ديالنا، كنديروا الدجاج اللي سبقنا طيبناه، كنضيفوا له كروفيت، نزيدوا الشعريه، ونديروا شويه ديال الفرomاج غابي ولا الجبن المحكوك. من الافضل اللي كان داك الجبن الاحمر، كيجي بنين كيجي زوين في هذه الوصفه. كنزيد شويه ديال القزبر المعدنوس اللي احتفظت به، وزيتون خضر اللي قطعته صغير، وصافي كنخلط الكل جيدا وكنخلي الحشوه ديالي جانبا. عندي الورقه ديال البصيله اللي قسمتها على زوج، كنديرها في واحد الميكا باش ما تنشفليش، وكندهن الورقه ديالي بالزيت النباتيه كما نقدروا نديروا الزيت النباتي مع الزبده. كندهن الجهات بزوج وكندير الحشوه، كنغطي واحد الجهه ديال الورقه كنغطيها على الحشوه، ونبدي نطوي البريوه ديالي. كنظن انا طريقه الطي معروفه وسهله،
وكما راه مبين في الفيديو يعني راه واضحه وباينه الطريقه. وفي الاخير كنبلع البريوه ديالي بشويه ديال الدقيق وشويه ديال الماء، ونستمر على هذه الكيفيه حتى نكمل الحشوه كامله. بعد ما كملت البريوات كاملين كنديرهم في الصينيه اللي كتدخل للفرن، وكندهنهم بالبيض، بيضه كامله ماشي غير صفر بيضه. هذا هو السر باش كيجينا اللون ديالهم موحد، يعني هذاك اللون الذهبي الموحد. كندخلهم للفرن، كنديرهم في الوسط على 180 درجه حتى يحمروا من تحت ومن الفوق، وكنخرجهم. هادو هما البريوات ديالنا بعد ما وجدوا، صدقوني كيجيو روعه، كيجيو مقرمشين برا ولذاذ بزاف. نتمنى تجربوهم. الى هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، كنقول لكم مع السلامه، فيديو قادم ان شاء الله.